إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. اسعد اللحظات هذه ما بنجتمع ونتذكر. بذكر ان احنا لم نستسلم ابدا برغم كل ابعاد الهزيمة المريرة. لم يمضي 4 اشهر وفي 21 اكتوبر الا وكانت بحريتنا المجيدة بتضرب لاول مرة في تاريخ البحرية العالمية اول صاروخ على اكبر قطعة في الاسطول الاسرائيلي. كتب التاريخ ان اول صاروخ في تاريخ البحرية العالمية كان مصريا اطلقه مصريون وتغيرت استراتيجية الحرب البحرية بعد ذلك من القطع الكبيرة الى القطع الصغيرة. قبل المعركة لما كنت بلتقي بيكم في أسرابكم وفي سكناتكم انتم والقوات الخاصة وقوات الدفاع الجوي في مرابطها وفي أماكنها، قوات الجيشين الثاني والثالث في مواقعهم. لن أنسى أبدا يوم 5 يونيو 73 ومن المواقع المصرية على حافة القناة كان التلقين النهائي لكل قائد بعد ما شرح لي كل واحد منهم خطته على سيناء قدام. اتكلم عن مين ولا اتكلم عن مين من فروع القوات المسلحة؟ قواتنا الجوية بالضربة الأولى أفقدت إسرائيل توازنها واصبحت حربنا تسمى حرب ال6 ساعات بدل حرب ال6 ايام اللي قالوا عليها سنة 67. في 6 ساعات واقل فقدت القوات الاسرائيلية توازنها كاملا. لابد ان نعترف بالجدارة والاداء اللي قامت به قواتنا الجوية في الضربة الاولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. قامت قواتنا المسلحة بأروع أداء. لن ننسى أبدا البطولة والفداء. جميع فروع القوات المسلحة أدت واجبها على أروع صورة. كان إلى جانب السلاح والمهارة في استخدامه كان إلى جانب كل هذا في إيمان عند كل واحد فيكم. كان في صلابة، كان في شراسة مستلهمة من الآلام والمرارة اللي عانيناها بعد 67. عشان كده تحول السلاح في ايديكم الى شيء رهيب. اذكر وانا في غرفة العمليات يوم 6 اكتوبر وكانت تتوالى الانباء بسقوط النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري. سقطت كل النقط الحصينة لخط بارليف في ساعات. قوات الدفاع الجوي ضربت السيادة الإسرائيلية الجوية
في الايام الثلاثة الاولى الى الحد اللي صدرت فيه الاوامر من القيادة الاسرائيلية لطيارين بعدم الاقتراب من القناة. وفي الثلاث ايام الاولى فقدوا اكثر من ثلث سلاح الطيران الاسرائيلي على الجبهة المصرية وزبدة الطيارين اللي كانوا بيفكروا ويباحوا بيهم. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو دليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. لا تتصوروا مبلغ سعادة وأنا أتفقد مركز الرئاسة الإسرائيلي المواجه للسويس وبجانبه المدافع التي اعتدت على السويس وخربت الزيتية وخربت السويس. أتاهم أبنائي من الجيش الثالث وتركوا مركز القيادة كما هو بالكامل، فروا بملابس فقط. أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلي التي حاولوا إقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى طوال 25 سنة؟ لقد انكسرت وتحطمت. أحمد الله، فقد كنت واثقا أنني سألتقي بكم وتحت أعلام النصر. ففي آخر لقاء لي معكم ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا مرتفعة راياتنا، أبناء الجنود والضباط. ليت مصر كلها معي اليوم، ليت العرب كلهم اليوم هنا ليروكم ويفخروا بكم كما أفخروا بكم اليوم. لمسة وفاء واخلاق هي مصر، مصر الوفاء، مصر الاخلاق، مصر الحب. احنا طالعين باكثر من 85% من اسلحتنا سليم. انا فخور بيكم يا اولادي، فخور بكل انسان فيكم، فخور بشهدائنا، فخور بالروح اللي دخلتم وأديتم بيها أدائكم القتالي. كل ده بفتكره وانا قاعد معاكم يا اولاد النهارده وبقول لكم خططنا، قاتلنا، نجحنا، انتصرنا، وبإرادتكم وبسلاحكم وبقوتكم فتحتوا قنالكم كتعبير عن انتصاركم وانتصار إرادتكم. بنصحكم يا اولادي ان تكونوا دائما لمصر، حافظوا على مصر وعلى تراب مصر،
وتمسكوا بالحب، بالوفاء، بالشرف، عشان تظل دائما الشمس تشرق على البلد.